دايما لازم نسأل نفسنا ليه بنهتم بالصحة البدنية ومش بنهتم بالصحة العقلية أو النفسية. ليه دايما بنهمل مشاعرنا وأفكارنا ونهتم بس بالجانب البدني والجانب الرياضي. النهاردة هنتكلم في حلقتنا عن الأفكار السلبية ومدى تأثيرها في حياتنا. أهلا بيكم، معاكم إنجي غنيم في قناة مع بعض. بصراحة قعدت أفكر كتير وأشوف ايه أكتر حاجة ممكن تكون أذتنا أكتر من الناس السامين اللي دخلوا حياتنا، ولقيت إن أكتر واحد هيظلم نفسه فعلا هو أنت، هو الإنسان. ظلم الإنسان لنفسه. أكتر حاجة بتأذينا في يومنا هي الأفكار السلبية، الأفكار اللي أنا طول النهار أغذي بيها عقلي الباطن واخلي يومي متعكنن وحياتي متعكننة بسبب الأفكار. ومفيش أصلا أي حاجة بتحصلي في حياتي، هي مجرد أفكار بس عمالة تضايقني وأنا عمالة أحجمها وتضايقني وتعمل لي اكتئاب وتعمل لي اضطرابات نفسية. هل الأفكار دي بتجيلنا كده واحنا مسؤولين عنها ولا لأ؟ وهل نقدر نغيرها فعلا ولا هي بتتحكم فينا وبتتحكم كمان في الواقع بتاعنا؟ اول حاجة، وطبعا دي حاجة معروفة جدا، ان احنا دايما طول الوقت بنفكر في الماضي، بنفكر في الاشخاص اللي سابونا ومشيوا، اللي هم اصلا خلاص مشيوا مش موجودين، مش عايزين يبقوا في الواقع بتاعنا. ليه دايما انت طول الوقت تفكر فيهم؟ تاني سبب للافكار السلبية اللي في دماغك دي هو انك ما عندكش ثقة بنفسك كافية، فطول الوقت عمال يجيلك زي وساوس ان انت مش هتقدر، ان انت مش هتعرف، ان انت مش هتعمل، ليه ما انجزتش، ليه ما حققتش. تالت حاجة وانت مش هتقدر تتخيلها ابدا وتتخيل تأثيرها كمان علينا، وهي الاغاني السلبية اللي احنا طول النهار نسمعها. طول النهار اغاني عن الجراح، طول النهار الاغاني اللي عن العلاقات الفاشلة، طول النهار الاغاني اللي عن الجراح ووجع القلب والعياط والزمن سرقني والوقت سرقني والناس كرهتني وصحابي باعوني. طب ما هي دي افكار سلبية انت بتغذي عقلك الباطن كل يوم بيها طول النهار قبل ما تنام وقبل اول ما تصحى وانت في الشغل وانت جاي من الشغل، طول النهار تغذي عقلك الباطن بده، وفي الاخر مستكتر كمان ان عقلك الباطن يفكر في الافكار السلبية دي كلها. رابع حاجة بقى، وان انت عندك فراغ. يعني ايه عندك فراغ؟ يعني بتعاني من الفراغ، طول الوقت قاعد كده ما بتعملش اي حاجة في حياتك، فتلاقي بقى افكار جت من هنا سلبية على افكار ايجابية على افكار سلبية على وساوس. شخص بقى ما بيعملش اي حاجة في حياته غير ان هو بيستقبل الافكار اللي عمالة تجيله بس من البيئة المحيطة اللي حواليه. يعني انا قاعدة اهو طول النهار افكر ازاي دي اشتغلت وانا ما اشتغلتش، طب ازاي دي عملت وانا ما عملتش، طب ازاي دي نجحت وانا ما نجحتش. فالافكار بقى السلبية دي طول النهار عمالة تجيلي، فطبعا شيء طبيعي ان انا يجيلي اكتئاب واتعب نفسيا، وسقف طموحاتي كمان يقل وافتكر ان انا انسانة قليلة، وابقى شايفة كمان ان انا طول الوقت بستمد قيمتي من الحاجات اللي بتحصل حواليا. يعني انا طول الوقت شايفة ان انا مثلا لو اشتغلت يبقى انا كده هبقى عندي قيمة، لو ما اشتغلتش يبقى انا ما عنديش قيمة. لو معايا فلوس يبقى انا عندي قيمة، لو ما عنديش يبقى ما عنديش قيمة. فانا دايما بربط قيمتي بالحاجات اللي عمالة تجيلي، وانا مش واخدة بالي ان انا اصلا انا اللي بحدد قيمتي مش حاجة تانية. طيب بعد اللي انتي قلتيه ده كله، ازاي اقدر اخلي بالي من الافكار السلبية دي واقدر اتحكم فيها واقدر اشوف ايه اللي بيخش دماغي وايه اللي بيتحول للواقع بتاعي؟ اول حاجة هقولها لك ان انت راقب نفسك. تعالى كده وروح وقف الزمن لحظة وقول انا النهاردة فكرت في ايه الافكار السلبية يا ترى اللي جت في دماغي؟ طيب والافكار دي جت ليه؟ يعني كان ايه سببها؟ مثلا سببها ان لقيت صاحبي اشتغل وانا ما اشتغلتش، ولا صاحبي بقى ناجح وانا لا؟ واقعد اواجه نفسي بالافكار دي. واهم حاجة احنا غلط جدا ان احنا نعملها، ان احنا لما نشوف حاجة بتضايقنا ان احنا نهرب ونعمل لها سكيب وما نواجههاش. يعني انا لو لقيت مثلا ستوري مثلا ما عجبتنيش او ضايقتني اعمل لها سكيب واقوم داخله على الستوري اللي بعدها؟ لا طبعا. الصح ان انا اقعد مع نفسي كده واشوف انا فعلا اثرت فيا في ايه الستوري دي، وايه المشكله اللي خلاها تاثر فيا. يعني هي داست لي مثلا على جرح ايه، ولمست فيا ايه، وليه اصلا ضايقتني، واواجه نفسي كده كاني بتكلم مع شخص واشوف المشكله فين وابتدي احلها. ولو انا اتضايقت وعايزه اعيط اطلع فعلا المشاعر دي وما كتمهاش جوايا واسيب عقلي الباطن يديني افكار سلبيه تانية غيرها. وبدل بقى الافكار السلبيه اللي عماله تخش دماغك دي بافكار ايجابيه. يعني مثلا قول
بدل ما تقول ان انا حظي وحش، قول مثلا انا حظي جميل جدا، لان دايما ربنا الحمد لله واقف جنبي طول الوقت. تاني حاجة هقولها لك عشان تبتدي تتخلص من الافكار السلبية، انك تنسى الماضي. خلاص بقى هو راح، يعني مبقاش موجود، فخلاص ما تفضلش حاطط نفسك فيه وطول الوقت عمال تفكر في الناس اللي سابوك، تخلى عنك، مش معاك، دايما شايف نفسك ضحية طول الوقت. سيب بقى الافكار دي وخلاص، تعالى بقى نفكر في دلوقتي مش قدام، ما تفكرش في قدام، فكر في دلوقتي بس. تالت حاجة، تعالى كده بعد ما اليوم يخلص وقول انا فكرت في ايه النهاردة. اقرا بقى الافكار اللي انت فكرتها دي بصوت عالي مع نفسك، وشوف فعلا انت اذيت نفسك النهاردة بقد ايه من الافكار السلبية. ابتدي بقى راجع كده اللي انت فكرت فيه، هتلاقي ان في افكار كتير قوي انت فكرت فيها ما كانتش مهمة، كانت بتدمرك انت، وكانت بتستنزفك انت، كانت بتقلل منك انت، وبتقلل من استحقاقك لنفسك، وبتقلل من شخصيتك، وبتقلل من احترامك لنفسك. وطبعا اكتر حاجة هتساعدنا وهي الخطوة الرابعة، وهي اننا نرفع الثقة بتاعتنا بنفسنا. في بقى كذا طريقة ابتدي ارفع بيها ثقتي بنفسي، زي حب الذات، زي ان انا ابطل اجلد نفسي. وخامس حاجة وهي اننا نتفائل، تفائل شوية وانت صاحي من النوم، تفائل وقول ان شاء الله اليوم ده هيبقى جميل. سادس حاجة وهي اننا نبطل او نتجنب تقليد الناس، ونبطل ناخد من نصايحهم الشخصية، لان دي مجرد تجارب هما مروا بيها، وكل واحد بيديك نصيحة على تجربته هو وعلى امكانياته هو، مش على امكانياتك انت. واكتر حد هو فاهم نفسه هو انت. كل واحد فاهم امكانياته، كل واحد فاهم قدراته، فما ينفعش ابدا ناخد نصيحة من حد عشان مر بتجربة معينة. الافكار السلبية دي بتخليك دايما في دائرة من الاحباط، في دائرة من الاكتئاب، طول الوقت محبط، طول الوقت مكتئب، وانت مش فاهم السبب اصلا بتاع الاكتئاب ده، يعني كان ايه سببه. اللي خلاك بقى تحس بالاحاسيس دي هي الافكار السلبية اللي كانت طول اليوم عمالة انت تغذي بيها عقلك الباطن، عمال تأكل بيها عقلك الباطن، فعقلك الباطن راح طلعها لك على صورة تصرفات، على صورة احباط، على صورة مود مش حلو، اكتئاب، عياط. عايزة بقى افهمك حاجة، مش بس انت بتقول لعقلك الباطن مثلا ان انت وحش، الفكرة مثلا السلبية دي جت في دماغك ان انت وحش، عقلك الباطن بيستوعب فعلا ان انت وحش، بيبتدي بقى يعمل تصرفات تخليك فعلا وحش، تتصرف بطريقة فعلا وحشة، تعمل حاجات تقلل منك فعلا وتخليك شكلك وحش قدام الناس وقدام نفسك، تبتدي اكتر تكره نفسك. وفعلا الواقع بتاعك كله بيأكد الفكرة دي وبيعمل بيها، وبتلاقيها بقى على شكل تصرفات، ودي اصلا بتبقى حياتك بقى، ده الواقع بتاعك، ان انت بقى شكلك وحش، انت بقى حظك وحش. اول ما تلاقي مثلا ان جالك فكرة زي دي، اعمل ايه؟ اهرب منها؟ لا طبعا ما ينفعش اهرب منها. وده اللي الناس فاكرة ان انا مفكرش في الافكار السلبية يعني ان انا اهرب منها، بالعكس المفروض ان انا اواجهها، اعيط، اطلع المشاعر دي كلها. يعني لو هي مثلا الفكرة دي ادتني مشاعر عياط او حزن او زعل، ازعل واخد وقتي في الزعل، ازعل واكتئب شوية واقعد في الأوضة، بس على الاقل لما اجي اطلع من الأوضة اطلع وانا الفكرة دي خلاص انا ضيعت فيلينجز ومشاعر وحاجات عليها فعمرها ما تجيلي تاني، خلاص انا انتصرت عليها، بقيت اقوى منها، واجهتها، مش هتبتدي تتكرر تاني في حياتي ولا تجيلي عامة. النهاردة نكون نهينا حلقتنا، كان معاكم انجي غنيم في قناة مع بعض. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا جدا من الفيديو، واكون بسطت عليكم الموضوع بطريقة سهلة ومبسطة وتقدروا تفهموها، واشوفكم الحلقة الجاية على خير على قناة مع بعض. باي باي.